ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ازاي الحال؟ اتمنى تكونوا كويسين. في الفيديو ده هنشرح البطل سايكلوبس، هنتكلم فيه عن كل حاجة، عن المهارات، عن المعدات، الامبلم، الاسبل، الكومبو. تمام. نبدأ على بركة الله. اول حاجه طبعا انا بحب ابدا بيها هي المعدات، البيلد. تمام. لازم تكون حاطط في دماغك حاجه ان سايكلوبس من الميجات اللي بينفع معاهم بيلدات كتير، تمام، وبيلدات مختلفه. وانا طبعا عامل سلسله سايكلوبس في القناه، يعني هتشوفي ان انا بلعب بكذا بيلد مختلفه. تمام. يعني اول بيلد دي بيلد تعتبر تانك. تمام. وهتقول لي سايكلوبس بيلد تانك؟ سايكلوبس هينفع بيلد تانك عادي، لان سايكلوبس زي ما هنشرح بعدين في الفيديو ان هو الباسيف بتاعه اللي هو التقليل وقت الانتظار. تمام. اللي هو كول داون ريدكشن، بيساعده ان هو يبني بيلدات مختلفه. فاول حاجه نخش كده على البيلد. دي بيلد تانك. تمام. بنستخدم هنا حذاء اللي هو بتاع الحذاء المرد اللي هو بيقلل الكول داون. تمام. بعد كده بنستخدم فانوس الحياة وأجنحة الملكة دول عشان اخد هيلينج. تمام. الفكرة ان انا اخد هيلينج، ونفس الكلام بالنسبة لعباءة النور برضو هيلينج. تمام. العظام المشتعلة اللي حاططها عشان متانة اكتر، بتزيد القوة الهجومية وبتزيد كمان القوة الدفاعية. والخلود ده يعني انت ممكن تبدله لو انت عايز. تمام. مش لازم تحط خلود، ممكن تبدله مثلا لو عندك ضرر سحري عالي ممكن تجيب أثينا، عندك ضرر جسدي عالي ممكن تجيب العتيق. وبالمناسبة البيلد دي انا لسه هنزل عنها فيديو في القناة، تجربة البيلد دي، فان شاء الله تتابعوا يعني ايه، وتكون مشترك كده وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو ان شاء الله. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا هنا طبعا بستخدم امبلم ميج. تمام. اول حاجة بستخدمها اللي هي الرشاقة، اللي هي الحساس اللي بتزود سرعة حركتك بنسبة 4%، لأن سايكلوبس تاني ميزة عنده بعد الكور ريدكشن الموبيليتي. تمام. خصوصا السكند بتاعته بتديله موبيليتي، فانت لو ركزت على الموبيليتي برضه يكون كويس. يعني انت لما بتعمل بيلد السايكلوبس عموما حتى مش هتعمل البيلدات اللي انا بقول لك عليها دي، يا اما تعتمد على حاجه من اتنين، يا اما تعتمد على موبيليتي عاليه، يا اما تعتمد على كول داون عالي. طبعا كول داون عالي للاولويه الاولى، وبعد كده الموبيليتي العاليه. تمام. هنا بستخدم برضو مهرجان الدماء في تاني خانة. ليه؟ سايكلوبس من الميجات اللي بيستعيد حياة كتير بشكل عالي، وده لو انت برضو شفت الفيديوهات هتشوف ان انا بتلاقي هيلي حاجة بسيطة قد كده وبيستعيد حياة بشكل عالي جدا. تمام. هنا انتقام الهوية. هنا يا جماعة سايكلوبس ملوش غير معدتين في الجزئيه دي، ملوش غير معدتين، يا اما انتقام الهوية اللي هي اللي انا مختارها دلوقتي وانا شايفها دي الافضل لانها بتزود الدامج على حسب المهارات، يا اما السياده مؤقته اللي هي بتقلل كل داون بتاعت المهارات الاولى والثانيه بالالتيميت بتاعه. يعني كل ما يدوس التيميت كل مهاره الفيرست والسكند الكل ريدكشن بتاعها بيقل. تمام. طبعا بالنسبه للاسبيل هنا انا مستخدم التنقيه. هو سايكلوبس احسن حاجتين مع التنقيه ووميد اللي هي الانتقال، اللي هي التنقيه والانتقال اللي انا بشاور عليهم دول دلوقتي. تمام. الاندفاع برضو ممكن تنفع مع سايكلوبس، لكن انا بفضل الوميد والتنقية. طبعا سايكلوبس ممكن يروح جانجلر، وبرضه ان شاء الله ينزل فيديو عن الموضوع ده، فانت ممكن تجيب المخلب اكيد يعني. تمام. لكن احسن حاجتين معاه وميد وتنقية لو مش هيروح جانجلر. دي بالنسبه للبيلد الاولى. البيلد الثانيه هي البيلد اللي انا بلعب بيها شخصيا. تمام. البيلد دي مركزه على الكول داون ريدكشن، مركزه على استعاده الحياه. تمام. وبرضه مركزه على الدامج والموبيليتي. وانا طبعا حاطط، انا بفضل التنقيه، يعني انا حاطط فليكر بس انا بفضل التنقيه. تمام. انا بقول لك يعني حاطط فليكر وتنقيه عشان تفهم ان ما هو ينفع معاه فليكر وينفع معاه تنقيه. والبيلد الاخيره دي بتركز على استعاده الحياه. وعلى فكره انت ممكن تبني سايكلوبس بيلد فول ميج او فول دامج يعني. تمام. يبقى كلها حاجات معدات سحريه وكلها معدات دامج، وبرضه هنزل ان شاء الله فيديو في الموضوع ده. ولكن انا صراحة يعني بفضل ان ما هو يكون سيمي تانك، اللي هو البلدين اللي تحت دول احسن بلدين، تانكات في حاجات قليلة، وانما هو فول دامج او مش بالكامل في حالات قليلة. لكن انا بفضل فول تانك. تاخد لك كده صورة. تمام. للبلدين الاولى والبلدين اللي تحت، وهننتقل سريعا على شرح المهارات بتاعت البطل وشرح الكومبو بتاعه.
كده رجعنا لكم تاني. تمام. عندنا اول حاجه الباسيف بتاع سايكلوبس. لازم تفهم الباسيف بتاع سايكلوبس هو اقوى حاجه في سايكلوبس، لازم تكون عارف الموضوع ده. تمام. الباسيف بتاع سايكلوبس بسيط جدا، يعني انت هنا هتقرا بيقول لك في كل مره يصيب فيها سايكلوبس الاعداء باحدى مهاراته سيقل وقت الانتظار جميع المهارات بمقدار نص ثانيه. يعني ايه معنى الكلام ده؟ دلوقتي اهو تمام، شايف السكند، ركز على السكند وانا بضربها، شايف بتقل ازاي، شايف بتقل بسرعه ازاي، شايف الفيرست، السكند، الالتيميت. كل ما اضرب مهارات بتقلل كل داون المهاره التانية بنص. فطبعا والسكند هي اكتر واحده، ليه؟ لان السكند كل كوره من الكور اللي بتلف حوالين سايكلوبس دي بتعتبر ايه؟ نص. فاهم قصدي؟ نص ثانيه. فانت لو حسبتها، وعلى فكره انا هنا مش عامل دون وقت انتظار، عشان في ناس هتقول لك بص ركز هنا، شايف دون وقت انتظار فوق، تحت فوق على الشمال، بعد تحت ترقيه هتلاقيها مش مفعله. تمام. فده هو فعلا الكول داون بتاع سايكلوبس في الليج جيم. بص بيضرب بمهارات ازاي. فسايكلوبس يا جماعه واحد من اقوى الميجات في الليج جيم، وعموما اصلا سايكلوبس بيعتمد على المعدات. انت لازم تفهم سايكلوبس يعتبر ليج جيم بيعتمد على المعدات. الكول داون بتاعه في الليج جيم بيبقى مزعج جدا، فانت لازم تكون فاهم انما الباسف بتاع سايكلوبس هو اقوى حاجه في سايكلوبس وتستغل ده. عشان كده قلت لك رقم واحد وانت بتبني بيلد سايكلوبس هو الكول ريدكشن. تمام. الفيرست بتاعت سايكلوبس ببساطه، سايكلوبس بيضرب وميض كده. تمام. ضربه بطيئه بعد كده واحده سريعه دمج الاعداء، وبرده بتساعد على الكول داون ريدكشن. احنا قلنا اي مهاره بيضربها بتساعد على الكول داون ريدكشن. تمام. والضربه دي اللي انا انصحك تبدا بيها في اول الدور. يعني انت في اول الدور هتختار ما بين الفيرست والسكند، تختار فيرست. ليه؟ لان بص مسافتها كبيره جدا، انت تعرف تكلير بسهوله. تمام. ده غير ان وقت انتظارها يعتبر اقل من السكند، فهتحمل معاك اسرع خصوصا في الايرلي. تاني مهاره لسايكلوبس تعتبر هي، انا بعتبرها هي يعتبر اقوى مهاره لسايكلوبس، وهي السكند اللي بتزوده في الموبيليتي. تمام. يعني هنا بص على سكند بيقول لك يستدعي سايكلوبس كرات النجوم لتدور حوله ماشي ويكتسب سرعه بمقدار 50%. عشان كده قلت لك ايه؟ قلت لك ان انت لو مش هتركز على الكول داون ريدكشن تركز على الموبيليتي. تخيل سرعتك بتزداد 50%، والمهاره دي بتحمل بسرعه جدا، فانت كل شويه هتلاقي سرعتك بتزداد 50%. هتكون الموبيليتي بتاع سايكلوبس برده في الليج جيم بتكون محترمه جدا. تمام. وبيقول لك والتي تتلاشى تدريجيا خلال 2 ثانيه، ستنتظر كرات الاعداء القريبين وتهاجم تلقائيا. يعني حتى وانت ما هاجمتش، لو في اعداء قريبين وانت ما هاجمتش هي هتهاجم لوحدها. تمام. سيتم مهاجمه ابطال العدو كاولويه. تنفجر كل كره عند الاصطدام بالعدو وتسبب له ضررا سحريا بمقدار 325 زائد 196، وسيقل الضرر عند اصابه نفس الهدف اكثر من مره. ماشي، الكلام ده عادي. اهم حاجه اللي استفدناه ان هي بتزود الموبيليتي بتاعت سايكلوبس جدا، وكمان بتقلل، طبعا بتساهم في ان هي تقلل الكول داون ريدكشن. وعلى فكره بتهيل سايكلوبس بشكل جامد. بص كده، وطبعا ده برضو بمساعده البيلد. يعني بص كده، تخيل ان انت في تيم فايت وحصل كده حرفيا مفيش، يعتبر دوست فيرست سكند هيلت تاني على الاخر. عشان كده بقول لك البيلد دي جامده جدا بسايكلوبس، البيلد ان انت تهيل نفسك بنفسك. تمام. اخر حاجه الالتيميت، والالتيميت دي اكتر مهاره مزعجه لسايكلوبس، وبالذات في الليد جيم. حرفيا اي حد بيهرب تجيبه بالالتيميت، تمسكه. تمام. تروح عامل السكند فيرست، خلاص بص الالتيميت، ارجع تاني تمسكه تاني، سكند فيرست، انت بتضرب بص اهو، التيميت رجع تاني تمسكه. يا جماعه الستان دي تمام انت حاسسها ضعيفه، لكن في وسط تيم فايت كل شويه انت تاخد ستان هتتبهدل. او لو العكس، او لو انت بتدي كل شويه للعدو ستان هيبقى مشكله بالنسبه له. كمان بتساعد في اي عدو يهرب هتجيبه. تمام. وخلي بالك ان كل ما المسافه اللي تدوسها بالالتيميت تزداد، كل لما بطل العدو هيدمج اكتر. تمام. يعني لو انت مثلا بطل العدو بيهرب، تمام، والالتيميت بيجري وراه هيدمجه اكتر. كل ما بطل العدو يقعد يهرب، عشان انت لو بتواجه سايكلوبس وداس عليك الالتيميت وانت مش محتاج تهرب منه، يعني لو جاي فيك الالتيميت عادي مش هيحصل حاجه، خد الالتيميت وانت واقف على طول، خد الالتيميت بسرعه، لان كل ما انت تبعد كل ما الالتيميت هيدمجه هيزداد. هو كده الالتيميت دمجه مش عالي قوي يعني. تمام. ولكن مشكلته في الستان. طبعا بالنسبه للكومبو سايكلوبس ملوش كومبو معين. يعني انت هجم اكيد بالعقل كده، اول لما تدخل على الاعداء هتستخدم سكند مثلا فيرست التيميت، بعد كده تدوس سكند تاني فيرست، هتلاقي نفسك اصلا حملت كل مراتك تاني تدوس سكند فيرست. فاهم؟ بس اهم حاجه بس تكون بتعرف توجه الفيرست
وتدوس الالتيميت على العدو المناسب في الوقت المناسب بس. لكن غير كده هو كومبو، يعني انت ممكن تعمل الكومبو على راحتك. ممكن يا عم تبدا بالالتيميت لو انت مثلا عايز تصنع عدو وانت مكمبر وعايز انت مكمبر هنا وعايز تصنع العدو، وتروح دايس التيميت بعد كده سكند فيرست، فاهم قصدي؟ وسايكلوبس مع ان هو بيلد يعتبر سيمي تانك الا ان دمجه عالي جدا. وصراحة أنا بعتبره واحد من أقوى السحرة حاليا صراحة، مع إن هو لو بدورت على سحرة هيقولك كاديتا وهيقولك يودورا، هما أقوياء برضه، مش قصدي حاجة، بس أنا شايف إن سايكلوبس واحد من أكتر السحرة الأقوياء ومن أكتر السحرة المميزين ومن أكتر السحرة اللي لازم تحترفهم واللي هيساعدك جدا جدا في إن أنت إن شاء الله تتقدم في الرانك. اتمنى ان انتوا تكونوا يا جماعه استفدتوا من الفيديو ده. ما تنساش لو انت ما اشتركتش اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، دوس زر لايك لو عجبك الفيديو، صلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.